سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس، ان شاء الله تكونوا بخير. انا يا الحمد لله رجعت لكم اليوم فيديو جديدة. شاركت فيها تقدروا تقولوا يومين مع بعضهم. يوم كنت في داري ويوم رحت لدارنا. كما تشوفوا بديت اول حاجة بالقش. كنت دخلت عيومين من ورا بعضهم غسلتهم. قلت نبدا عليهم هما الاولين، نطبقهم ونرجع كل حاجه في بلاصتها باه لما الدنيا تبقى مفروزه وما تتخلطش. كيما قلت لكم طبقته وحطيت كل حاجه في بلاصتها. ومن بعد هنايا رحت للكوزينه. بديت على الكونجيلاتور، قلت حتى هي نفرزها نشوف فيها وش كاين عندي مخبي وش ناقص، تسمى به كي نبدا نوجد رمضان ان شاء الله نكون عن بالي وش عندي وش ناقصني. كيما تشوفوا غسلتها مليح ورجعت فيها الحوايج. ستفتها وخليت لي سباس باه كيما قلت لكم باه كي نبدا ندير تحضيرات رمضان نلقى فيه نحط. هنا كانت العشيه من جهه واحده اخرى. كان الزوج جاب لي شويه دبشه ومعدنوس. كيما قلت لكم غسلتهم جيدا ونحيت لهم، نقيتهم، نحيت الريشه الصفراء هذيك، نحيت كاش ما فيهم حشيش كاش ما حوايج هكا، وتخليهم ينشفوا جيدا. انا هنا شويه كان زربني الوقت ما خليتهمش ينشفوا مليح من الماء، لذلك دوك تشوفوا واش استعملت. كيما راكم تشوفوا هنا بديت بالدبشه هي الاولى، جبت صينيه وفرجت فيها هذاك البابي باه كي نبدا نقصها نحط فوق من فوق البابي هذاك كيما قلت لكم باه يمتص الماء اللي مازال فيهم هكا، باه نكونوا متاكدين انه ما كانش فيهم حتى قطره تاع ماء باه ما يفسدوناش. تقصوها رقيقة، ماذا بيكم تحاولوا انتم تقصوها رقيقة وتفرشوها فوق هاد البابي هكا باه الرطوبة هذيك كامل تتنحى. انا هنا قصيتهم بهذا الشكل كما قلت لكم وحطيتها، فرشوها مليح، ماذا بيكم تكون تبقى رقيقة، ما تكونش فوق بعضها ياسر باه في ساعة تنشف لكم، ما تديش معاكم وقت ياسر في التنشيف تاعها. انا اول مره يا البنات رايحه نجرب هذه الطريقه تاع التجفيف، جامي كان جربتها، تما قالت لي لها الوالده، قلت لي لها امي، وقلت لي اي ملاحه وهي ديما تستعملها. انا مالفه في رمضان يا اما نقصه ونخبيه يا اما كنت نحطه في الماء ونحطه في الفريجيدار، يعني هذه طريقه اول مره رايحه نستعملها. عجبتني النتيجه تاعها صراحه. كما قلت لكم هنا نرجع للفيديو، قصيت الدبشه حطيتها وزدت قصيت المعدنوس كيف حطيته في بلاطو اكبر وفرشت له كيف حتى هو البابي. وهنا رحت وين حطيتهم، شفتوا هذا الريزيستانس اللي كان عندي خليتهم بحداه، يعني تحطوهم تحت منه حتى لي رادياتور اللي كان عندكم ولا حتى الفرن تاع الغاز هذاك نورمال تقدروا تحطوهم فيه، غير حطوهم برك ما تحطوهمش في حوايج تاع بلاستيك ولا حاجه باه ما يذوبوش، خاصه اللي عندهم الفرن تاع تريسي تاع الغاز عفوا. هنا شوفوا النتيجه بعد ما كانوا داروا يبسوا خلاه. كنت جبت لي بورتمونجي هنا وحطيتهم في لي بورتمونجي وخبيتهم في الفريجيدير. صدقوني يا البنات والله كي تستعملوهم تجبدوهم رايحين يرجعوا معاكم جدد. شفتوا تحطوهم فوق المرقه ولا تحطوهم في البوراك رايحه ترجع لكم كانكم قصيتوه في هذيك الدقيقه. بعد من جهه واحده اخرى هنا حبيت نشارك معاكم طاوله الفطور تاعي اللي كنت رحت لدارنا. رحت لها مع غفله، يعني ما عملهمش بيا باللي يعني صايمه. كيما قلت لكم فطرنا وهذه الغدوه من الغدوه هذيك كيما نقولوا. طيبنا غدانا وكانت عندنا امي عندها صديقتها روحت من العمره، لذلك قررنا ان نروح نباركوا لها شويه، رحنا لها روطار. بصح المهم رحنا خير من ما رحناش خلاص. كيما راكم تشوفوا بعد ما تغدينا رحت ديريكت قلت ندير حاجه حلوه نديوها معنا في يدينا. كيما راكم تشوفوا هنا قلت ندير القريوش، اول مره رايحه نديرها القريوش، ما كنتش درتها من قبل خلاص. كيما قلت لكم هذه اول مره رايحه نجربها، قلت اذا صلحت اللهم بارك نديو منها، اذا ما صلحتش ما نديوش منها ناكلوها احنا وخلاص. كيما راكم تشوفوا هنا حطيت 4 كيلات فرينة.
4 كيلات، هنا نورمالمون مصورة غير 3 فقط. 4 كيلات فرينة مع قرصة تاع ملح ما تنسوهاش، ومع نديرو معاها كذلك مغرف صغيرة خميرة الخبز، انا هنا نسيتها. انتم يا البنات ماذا بكم انكم ديروها. مع كيلة تاع سمن يكون طري برك، ما يكونش دايب، وزدت عليهم مغرف تاع زيت. تحطوا المكونات ومن بعد تخلطوها، تبسوها كيما تبسوا البراج ولا تبسوا المقرود عادي. كيما قلت لكم تبسوها جيدا، ماذا بيكم الفرينه هذيك كامل تقيسها الليدة نتاعكم. دوك تشوفوا الطريقه اللي انا استعملتها، تحكوها بين يديكم بهذا الشكل هكا، رايحه يدخل لها الليدام هذاك ورايحه تتبسس مليح. ديروا هذه العمليه واحد 2 دقائق هكاكا حتى ما تشوفوا الفرينه تاعكم تبست جيدا. سي بون، ما تزيدولهاش. من جهه واحده اخرى هنا رحت جبت بيضه، حطيت عليها مغرف كبيره تاع زهر كما راكم تشوفوا، تخلطوها جيدا حتى تتحلى ديك البيضه، باه ما كي تخلطوها ما تقعدش فيها الحبوب كما راكم تشوفوا. تصبوها هي في الوسط اولا، ومن بعد تروحوا ديروا بنفس الكيلة نعمروها ماء. انا هنا نقصت شويه ماء بصح زدت ضفته في الاخير، قيس مغرف هكاكا. ومن بعد زدت عليها مغرف صغيره الفاني، حتى هي الفاني ما بيكم تغربلوها باه ما تتفاداو ديك الحبوب كما راكم تشوفوا هنا، وتبداو تخلطوا فيها حتى تحصلوا على عجينه متماسكه. العجينه ما تكونش طريه ياسر وما تكونش يابسه ياسر، باه تساعدكم في العمل تاعكم. شوفوا النتيجه اللي تحصلت عليها تاع العجينه كما راكم تشوفوا، كانت ما كانتش يابسه ياسر وما كانتش طريه ياسر. هنا تجيو تعجنوها شويه، ماذا بيكم واحد 2 دقائق يا ربي هكاكا، شغل تقطعوا العجينه ومن بعد تلموها، تقطعوا العجينه ومن بعد تلموها. ما تكتروا لهاش العجين ياسر كيما الكسره ولا حاجه، جوست شويه برك حتى ترطاب هذيك الفرينه وسي بون يترطاب العجينه تاعكم صايي. هنا ما خليتها لا ارتاحت لا والو، ديريكت كنت شكلتها حربوش بهذا الشكل وقصيته الى كريات، وتكوروهم وتخليهم يرتاحوا. درك تشوفوا كيفاه كورتهم عادي يعني. ومن بعد كده قلت لكم تغطيوهم وتخليهم يرتاحوا من نص ساعه وروح. تقدروا نص ساعه، تقدروا ساعه، حتى تقدروا حتى لزوج سوايع كيما تقدروا مثلا تستعملوها في الصباح وتخليوها العشيه وتخدموا بها. ادي اللي ما فيهاش الخميره، اما اذا كانت فيها الخميره نص ساعه فهي كافيه. يعني انا قلت لكم هنا نسيت الخميره هذيك في ساعه وخدمت بها. كيما قلت لكم بعد ما خليتها نص ساعه ارتاحت، جبت شويه تاع انشا وبديت نحل في العجينه تاعي. ما تحتاجوش فيها والو، تحتاجوا غير القراص تاعكم وفقط. يعني ما تحتاجوش الماشينه تاع البقلاوه ولا حاجه. الهدايا الحلال هذا رايح يفي بالغرض، سما ما نحتاجو فيها لا ادوات ولا والو. هنا بعد ما كنت حليتها جيدا حتى تتحصلوا على تتحصلوا لها تكون رقيقه، حتى شويه البلون دو طرافاي تاعكم يولي يبان كما راكم تشوفوا هنا. بعد تشوفوا كيفاه هزيتها لكم كانت رقيقه. جبت ورق قصيت فيه 15 سنتيمتر على 10 سنتيمتر وبديت باه نقص به الكعبات تاعي، هكا باه تجيكم الكعبات تاعكم الكل قد بعضاهم ويجيوكم بحجم متساوي، ما تكونش كعبه اكبر من كعبه وهكاكا. وما تضحكوش عليا، هكاكا خرجت لي كعبه اكبر من كعبه. كيما قلت لكم راني قاعده نتعلم، هذه اول تجربه ليا صراحه. والله عجبتني النتيجه، مش يعني نفوخ عليكم ولا حاجه ولا نكذب، والله يا البنات جات تتهبل. كما راكم تشوفوا كي بعد ما قصيتها مربع تبداو ديروا في خطوط قيس 1 سنتيمتر هكاك بين الخط والخط، ومن بعد تطويوها الطوية الأولى على المنتصف كما راكم تشوفوا. هنا كانت العجينة شوية تلصق في بعضها، إذا كانت ما لصقت لكمش تقدروا ديروا بياض البيض. قلنا طوينا الطوية الأولى ومن بعديك الطوية الثانية، يعني طويناها على 4 كما راكم تشوفون. نحيت الزوائد كما هو موضح في الصورة
ومن بعد تجيو تقسموها على المنتصف. هنا نورمالمون تزيدوا شويه تنشا، انا ما حبيتش نزيد النشا ياسر باه تسمى ما نتفادى ديك في الزيت باه ما يديرش ما تخليليش الحروشه كيما نقولوا في الكعبه تاعي. ومن بعد ديروها في المنتصف، تقلبوها من المنتصف. هنا نزيد جربت معاكم كعبه واحده اخرى باه تكون اكثر وضوح وتفهموني اكثر. كما راكم تشوفوا قصيتها على خطوط متساويه اذا كنت قلت لكم تقدروا. ومن بعد هنا جبت بياض البيض، خدمت بالبياض البيض كانت لصقت لي احسن واحسن. كما قلت لكم نطويوها في المنتصف ونزيدوا المنتصف هذاك نزيدوا نطويوها مره اخرى. هنا الحواف تاعها درتها بشويه بالحلال. ومن بعد تهزوا الكعبه تاعكم وديروا في المنتصف قد وتقلبوها كما راكم تشوفوا. تحسبوا ماذا بكم تشوفوا تميزوا بعينكم برك يعني وين جا المنتصف تاعكم وتقلبوها. شفتوا هنا تبان لكم لاصقه في بعضها بصح جيست ما تحطوها في الزيت رايحه تنفخ وتتحل من بعضها يعني مش مشكل هذه الحاجه. هنا انتم اذا كنتم دايرين فيها الفرينه حاولوا انكم تخدموا 5-6 كعبات هكاكا وتقليوهم، بعد كده تزيدوا تخدموا بالكميه وتقليو. انا هنا كنت قلت لكم الخميره ما فيهاش، كنت قاعده ندير وبعديك وكانت اختي هي اللي قاعده تقلي يعني نخليها ترتاح شويه وبعد كده نبدا نقلاها. من جهه واحده اخرى هنا انا كنت رحت وجدت روحي كما قلت لكم كان راح الحال شويه كما عم بالكم العشيه ولات قصيره مش كما الصيف يعني. هنا جات اختي هي اللي عسلتهم شويه في العسل ما خلتهمش طولوا ياسر، هذه هي الغلطه اللي دارتها فقط. يعني انتم تقدروا مثلا كي تحطوهم في العسل تحطوهم واحد ديروا حاجه كبيره تحطوا فيها العسل وتحطوهم الكعبات وتخليهم واحد 3 دقائق 5 دقائق ماكسيموم يعني رايحه تشرب الزيت عفوا رايحه تشرب العسل، وتنحيوهم تحطوهم في كسكاس يستقطروا. ومن بعد ترشوا عليهم شويه تاع ججرانيه وتقدموهم. هذه هي يعني ما فيها حتى حاجه، المكونات تاعها سهله شويه برك في طريقه العمل برك يعني حاجه واحده اخرى ما فيهاش حاجه صعيبه يعني والله. هاكا ما تشوفوا قلت لكم هذه اول مره نجربها وكانت تجربه ناجحه وان شاء الله ان شاء الله نزيد نعاودها في سهرات رمضان ان كان في العمر بقيه. إن خلانا ربي حيين رايحة نديرها في سهرات تاع رمضان إن شاء الله. كيما قلت لكم هنا هاي حصلت الكعبات، خليت لكم بالضم المقطع هكا طويل شوية باه تشوفوا الكعبات تاعي كيفاه خرجوا. كيما قلت لكم ساعات تخرج كعبة كبيرة ساعات تخرج كعبة صغيرة. هنا كانت دير عليهم في ججرانية، تقدروا حتى ديروا كاوكاو مرحي اذا ما عندكمش ججرانيه يكون شويه مرحي رقيق برك. كيما هذه الكعبه شوفوا هذه الكعبه خرجت لي شوي صغيره بصح الشكل تاعها جا مليح. حاولت اني نديرهم بهذا الطريقه يعني باه يخرجوا لي كل كعبه واحده بصح ما خرجوا ليش. كيما قلت لكم المهم الصح في البنه برك. وهذا هو حاطتهم اختي هنا في صحن تقديم. شوفوا النتيجه والله جاو يهبلوا يقرمشوا وطريين ومعسلين يعني والله ما شاء الله ما شاء الله. يعني قلت لكم رايحه نجربها كل ما صلحتش معايا والله ما نزيدش نعاود نجربها خلا. يعني انا كي نجرب وصفه وما تصلح ليش ما نعاودهاش من النوع هذا انا يعني ما نبقاش من وراء الوصفه ونبقى نعاود ونعاود فيها. كما قلت لكم رايحه نعاودها باذن الله. هذه هي النتيجه تاعها. شهيدكم في الجنه حبيباتي. وهنا حبيت ناتلكم الهدايا اللي عطتهم لنا المراه من العمره. والى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.